السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مطبخ الأكلات السورية. اليوم إن شاء الله رجعنا لكم بوصفة جديدة وإن شاء الله تنال إعجابكم. اليوم إن شاء الله راح نساوي فطور صحي وكتير طيب وسهل التحضير، والمكونات إن شاء الله موجودة بكل بيت. راح نساوي اليوم فطور بالشوفان والحليب، ويلا خلونا نروح مع بعض نبلش ونسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتاج كيلو حليب او انتو حسب يعني ما بتحبوا. نضيف طبعا على البارد كله، نضيف المكونات اللي نحتاجها. معلقة صغيرة حبة البركة، ما انها ضرورية، اذا ما موجودة عندكم فيكم تستغنوا عنها. رشة ملح صغيرة طبعا، رشة قرفة حسب انتو، اذا ما تحبوا فيكم تستغنوا عن القرفة وعن الحبة السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نحرك على البارد. فطور كتير صحي، وخاصة للي عاملين دايت، وبنفس الوقت بيشبع. لازم نرفعه على النار. وهون عندي لتزيين الصحن تمر، حبات تمر، طبعا انا شايلة العجوة منهم. حبات زبيب، انتو حسب ما بتحبوا تحطوا فواكه مجففة، تحبوا تحطوا موز، اي فاكهة تحبوا تحطوها تضيفوها ما في مشكلة. سمي بسم الله. بتمنى من الكل يجرب هالطريقة. طبعا وما تاخذ وقت، سريعة التحضير. نضل نحرك، ما راح نتركه لحتى يتقل عنا. هيك جهز عنا. راح اطفي تحته.
وهيك جهز عنا، وهيك جهز عنا، شايفين؟ هيك بدنا نزين الصحن بالتمر. وهيك كان فطورنا اليوم، بتمنى يعجبكم، بتمنى تجربوا الطريقة. إذا عجبتكم الطريقة ما تنسوا الاشتراك واللايك والتعليقات، بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهالفطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.